لو سألتك مين صاحب شركة أبل غالبا هتقول لي ستيف جوبز. طب لو سألتك مين صاحب شركة تسلا هتقول لي إيلون ماسك. الحاجة اللي ممكن تصدمك إن إيلون ماسك مش هو المؤسس الفعلي لشركة تسلا، وستيف جوبز اتطرد من الشركة اللي هي بتاعته في فترة من الفترات. في عالم البيزنس كلمة زي الفاوندر اللي هو المؤسس، والسي او فاوندر اللي هو الشريك المؤسس، والاونر اللي هو المالك، في الحقيقة بنفتكرهم حاجة واحدة، لكن هنا بتحدد مين اللي بيقبض ومين اللي بيطرد ومين هو المسيطر الحقيقي على الشركة. فالنهاردة هنفك الشفرة دي ونعرف الفرق بين كل واحد. هات قهوتك وركز معايا.